السلام عليكم. النهاردة هنحضر مع بعض وصفة سهلة وسريعة ومميزة، واللطيف انك تقدري تعملي منها كميات وتخزنيها في الفريزر عشان تنفعك في وقت الزنقة، وهي دونر كباب الفراخ. بجد وصفة هتعجبك جدا. متنسيش تعملي لي لايك لو عجبك الفيديو، ولو اول مرة تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا هكون محضره معايا الفراخ بتاعتي، هنزل عليها بكوبايه من الزبادي، هقلبها عشان تطري معايا الفراخ، وهكون محضره معايا البهارات اللي هحطها: ملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ ومرقه فوريه. وطبعا بتحطي التوابل بتاعتك على حسب كميه الفراخ اللي انتي محضراها. وهنزل بعد كده بعصير الليمون. اكون محضره معايا فصين ثوم مفرومين برضو هنزل بيهم على الفراخ، وكمان معايا بقدونس مفروم. طبعا هسيب الفراخ في التتبيله شويه كده قيمه ساعتين 3 عشان تشرب من التتبيله. وكمان هحط معايا معلقه من صلصه الطماطم او نص معلقه عشان برضو، وطبعا كل ده حسب كميه الفراخ اللي انت حطاها. هسيب بقى الفراخ تشرب من التتبيله، وبعد ما اسيبها ساعتين كده في التتبيله هروح محضره معايا ورق ستريتش، هلف الفراخ فيها رول كده اهو كده. انا بظبط الرول بتاعي عشان ادخلها بعد كده في الفريزر برضو ساعتين. خلاص كده قفلتها تقفيله تمام. وده شكلها بعد ما خرجت من الفريزر. هبدأ كده بقى اقطعها شرايح رفيعة زي ما انتم شايفين كده. هقطع الكمية بتاعتي كلها شرايح رفيعة. طبعا ده بينفعنا في الوقت اللي احنا مزنوقين فيه. ممكن تكوني حطاها يا دوبك تخرجيها وتقطعيها وتحطيها على النار وتاخدش معاكي وقت. كده خلاص انا قطعت الكمية بتاعتي كلها اهو زي شرايح رفيعة كده زي ما انتم شايفين. وهكون محضرة طاسة على النار فيها شوية زيت بسيط كده. هنزل بالفراخ على الطاسة بتاعتي وما اقعدهاش كتير على النار عشان ما تنشفش وتبقى معايا جوسي كده. وزي ما قلت لكم هي ما بتاخدش وقت على النار خالص، وبتستوي على طول يعني ما بتاخدش وقت. خلاص وصلت معايا كده للسوا عشان ما تنشفش زي ما قلت لكم. خلاص كده اللون اللي انا عايزاه. هكون بقى محضره معايا السندوتشات. بكون هنا حاطه خيار مخلل، شرايح طماطم، شرايح بصل، كابتشو وبقدونس. وكمان انا حطيت عليها صوص حلو قوي، كاتشب مايونيز على بعض ومستردة ومعلقه زبادي، وحطيتهم على السندوتشات. اداني طعم رهيب بجد بجد. وصفه سهله وسريعه مش تاخد منك وقت. وبكده اتمنى اكون عملت لكم وصفه تعجبكم. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.